السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ ليليا. اليوم حبيت نقدم لكم واحد الوصفه ديال واحد الكيك، صراحه من اروع ما جربت في الكيك. عجبني بزاف وكنتمنى يعجبكم حتى نتوما. كيناسب بزاف مناسبات الاعياد، في الفطور كيجي رائع. غادي نخليكم دابا مع المقادير. بالنسبه للمقادير، غادي ناخذ 4 بيضات او 3 البيضات. غادي نضيفوا عليهم، هنا استعملت غير 3 البيضات، غنضيفوا عليهم تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر سنيده. ما غاديش نكثروا هنا السكر. غادي ناخذ واحد 2 اكياس ديال الفانيليا، ممكن تستعملوا الفانيليا السائله. وغادي نطرب هذاك الخليط حتى كيتضاعف لي الحجم ديالو، كيدخل فيه الاكسجين وكيولي اللون ديالو ابيض، باش هذاك الكيك كيجينا خفيف من الداخل. هنايا من بعد ما اللون ديالو ولا ابيض، كنضيف ليه كاس بعبر العنبه ديال الزيت النباتي، ما يعادل واحد 200 ملي. ثم كنضيف ليه كاس من الحليب بعبر العنبه، ما يعادل 200 ملي. وغادي ندوز دابا العنب المجفف او الزبيب، غادي ندوزو شويه في الدقيق باش ما كيطيحش ليا لتحت، كيبقى في الوسط باش ما يحتلش ليا لتحت. وكنلوحو في الخليط. وغادي نجيب كذلك، بالنسبه هنايا لهذا الكيك فهو كيك برازيلي، كيضيفوا فيه بالنسبه للبنان اللي ما كيجيناش كيطيب بزاف وما كيجيش حتى في العصير، فهو كيجي في هذا الكيك زوين بزاف. هذه كفكره ديال هذا الكيك. كندير واحد 2 بنانات معوسين اولا وحده، وواحد الحفنه ديال الكركاع اولا الجوز، كنهرمشوها وكنلوحوها في هذاك الخليط. هنايا غادي نستعمل بالنسبه لي انا، حيت عزيز عليا النسمه ديال القرفه، غادي نستعمل ملعقه كبيره مملوءه ولكن تكون ممسوحه. بالنسبه اللي ما كيفضلهاش بزاف، يدير غير معلقه صغيره اولا الراس ديال المعلقه. يعني هذا فقط للنسمه، باش هادوك العناصر كاملين يجيو مع بعضياتهم في المذاق. دابا من بعد ما درت هادوك الخليط، غادي نبدا كنضيف الدقيق بالتدريج. هنا راه ما غاديش نحتاج بزاف ديال الدقيق، لحقاش هادوك العناصر اللي استعملنا والبنان والفواكه الجافه اللي هما العنب المجفف والكركاع، ما غاديش يخليو هذاك الخليط ديال الكيك يحتاج بزاف ديال الدقيق. فنردو معاه البال، نديرو شويه ونحركو نشوفو هذاك القوام واش ولا خاطر صافي. كنحبسو، ما نقصحوهاش بزاف باش ما تجيناش مطقسه، وما نخففوهاش باش ما تفيض ليناش وتجي وطيح لينا في وسط الفران. هذا هو القوام المثالي ديال الكيك. غادي نضيف عليه واحد 2 اكياس ديال الخميره الكيماويه، ما يعادل 14 غرام. ممكن تستعملوا غير كيس واحد الا بغيتو، حيت هذا الكيك هذا ما بغيتوش انا يجيني منفوخ هكا من الفوق، فغادي نديرو في واحد المول اللي هو كبير باش يجيني مسطح. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتوه يجي في مول كبير يتنفخ زعما، ديروه في مول صغير باش يعطي لكم باش يعطيكم الطول وشويه في العرض. انا بغيته يكون عريض ويكون هكا بحال اون طاخت. هنايا بالنسبه للقالب، فاستعملت هذا القالب الزجاجي، طاب فيه الكيك زوين وكذلك جاني في القياس اللي بغيت انايا. غادي نكب في هذاك الخليط، وغادي نكون ديجا سخنت الفران على 160 درجه. ونخليوها طيب دغيا، هي ما كتاخذش الوقت، دغيا كطيب. يعني ندير واحد 35 دقيقه ونطلعوا عليها. وما نساوش ما نحلوش على الفران، الا اللي بغاها تجيه منفوخه بزاف ما نحلوش على الفران قبل ما تفوت 30 دقيقه. هذا هو الكيك من بعد ما طبعا نخرجو دابا من الفران.
كيف شفتوا معايا، هذا هو الكيك جاني مسطح حيت درته في قالب كبير. نتوما الا بغيتوه يتنفخ لكم ديروه في القالب ديال الكيك العادي وذوقوه بنفس الطريقه اولا بالطريقه اللي كتبغيو. غير هو هذا الكيك هذا راه كيجي لذيذ بزاف. صراحه ملي عطاتو ليا هاد المقادير هادو عطاتهم ليا لوستي جا غزال بزاف وقررت انني نبارطاجوها معاكم. انا من بعد ما قلبت هذاك الكيك درت ليه صوص الكراميل اللي غادي تلقاوها، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف هكا احسن باش ما تبقاوش تقلبوا عليها في القناه. غادي ندير ليه من الفوق الكراميل وغادي نزوقو بشويه ديال القرقع اولا الجوز، حيت هذوك المذاقات تيتواتاو مع بعضياتهم. هنا راه انا صراحه باقي ما عرفتش كيفاش غادي نزينها. بقيت كنكحزهم حتى ولاو كبار، حتى ولا عندي الدائره كبيره. المهم نتوما كل واحد كيزوقها على حسب اللي متوفر عنده في الدار وكذلك على حسب الذوق ديالو. وهذا الكيك كذلك فقط كملاحظه بالنسبه دابا حنايا على ابواب الدخول المدرسي، بالنسبه للسيدات يا اما العاملات او اللي كيديهم وليداتهم للمدرسه، فهاد الكيك هذا صراحه احسن فطور ممكن تقدميه للوليدات ولا للسيده العامله ولا شي واحد خدام، حيت ملي كتاكليه مع هادوك العناصر اللي فيه كيقبط لك صراحه مده اطول، ما كتحسيش بالجوع. هنا كيف كتشوفوا معايا انا حاولت نزينها بالتمر وبهذا اللوز كونكاسي اللي درت من الفوق فقط غير باش يعطيها واحد الجماليه. كنتمنى ان هذا الكيك يعجبكم حيت فعلا المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف وبالنسبه للوليدات كيف قلت لكم راه هو صحي ونفس الوقت كياكلوا هذوك المكسرات وياكلوا شويه ديال التمر وياكلوا شويه ديال الزبيب. الى عجبتكم هاد الوصفه ما تنساوش تشتركوا في قناه مطبخ ليليا وخليوا لي تعليق وجيم باش تشجعوني على اعطاء المزيد. وشكرا لكم وعيدكم مبارك سعيد، كنتمنى يا ربي يدخل عليكم بالصحه والسلامه. وشكرا لكم على تتبعكم ليا. غادي دابا نقسمها لكم لداخل باش تشوفوها هي كيف تتبان لكم، راه كتجي هشيشه بزاف، انا متاكده بلي غادي تعجبكم.
هي نيت اللي تصلاح، يلا تفطروا تاكلوها بيد ما تذبحوا يوجدوا القضبان. ها هي من الداخل كيف كتجي خفيفه بزاف من الداخل، والمذاق ديالها لا يعلى عليه. وحتى السكر، نسبه السكر فيها متوازنه، يعني ما كتجيش حلوه بزاف. فكنتمنى لكم فرجه ممتعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.